السلام عليكم يا جماعة. قوقعة ستيب 20 for today. عاوزة أكلمكم على حاجة فيها شوية لما بسمعها من الترينيز بتوعي في السيشنز بتستفزني شوية، وهي إنه يبقى حد بيحقق حلم مش حلمه هو. يعني هحكي لكم على حاجة. مرة كنت قاعدة مع شخصية لطيفة كده أنا بحبها جدا، فكانت بتحكي لي على حد، فبتقولي يعني هو ما شاء الله بقى عنده فيلا، وغير العربية بتاعته بقت مش عارفة عربيته ايه، فايه ممكن يكون بعد كده نجاح. فانا الجملة استوقفتني جدا، يعني اللي هو انت بتشوف النجاح ازاي؟ ايه اللي بتقيس بيه ان انت تبقى successful person؟ أنا من وجهة نظري بشوف إنه النجاح هو بمنتهى البساطة هو تحقيق حلمك أنت. يعني حاجة أنت كان نفسك فيها وحققتها، لكن مش حاجة حد تاني حققها أو هي حلم حد تاني ولمجرد إن هو وصل ليها يبقى أنت كمان بتتعب نفسك وبتحط مجهود ووقت عشان توصل لحاجة مش بتاعتك. يعني عارفين يا جماعة الشخص اللي هو زمان كان بيشيل البطيخة والجرنان وينزل من الأتوبيس ويروح بيته الساعة 2 الظهر؟ لو هو الشخص ده ستايل الحياة ده مناسب بالنسبة له، ده بالنسبة له يعتبر نجاح. ليه هو لازم يلهث ورا ان هو يبقى بدل ما بيركب الأتوبيس هو عايز يبقى عنده عربية، ومش بس عربية، عايز يبقى عنده عربية كذا كذا؟ ليه بدل ما هو ساكن في منطقة مش عارف عاملة ازاي؟ لا، عشان احنا بنشوف انه اللي ساكنين في مناطق معينة بيلبسوا براندز معينة، بياكلوا حاجات معينة، بيروحوا ريستورانتس معينة، هم دول بالنسبة لنا الناس السكسسفل. فانا بدل ما اخد بطيخة واروح اكلها مع جبنة بيضة ساقعة في البيت، انا لازم ابقى عايز اكل جبنة براندد، فانا لازم ابقى بموت نفسي عشان ابقى باكل ده، مع ان انا مش عايزه الجبنه دي اصلا. انا بس عشان لقيت انه اللي بياكلها بياخد تايتل انه شخص ناجح عشان بقى معاه فلوس فبقى عايش العيشه دي. ليه ممكن ارهق نفسي وافضل اجري طول الوقت ورا حاجه انا اصلا مش عايزها؟ طيب احنا ازاي بنحط مقياس النجاح بتاعنا يا جماعة؟ مقياس النجاح simply starts when you know what you want in life. بس بمجرد ان انت تحدد انت ايه هدفك في الحياة، انت عايز تعمل ايه. هل هدفك مركز في تايتل انت عايز توصل لها في شغلك؟ وبعدين الهدف مش لازم يكون في دايركشن واحد، يعني مش لازم تبقى حياتي مركزة ان انا اوصل لتايتلز في الشغل وكل ما اوصل لواحد منهم ابقى نفسي في بروموشن عشان اللي بعدها، ده دايركشن واحد. لكن انا ممكن اقسم اهداف حياتي في كذا دايركشن. بالنسبة لي انا بشوف انه اهداف حياتنا بتتقسم ل3 اجزاء: الدايركشن البروفيشنال، والدايركشن بتاع الفاميلي، والدايركشن اللي فاضل ده بتاعك انت، اللي هو يعني انا عايز اشتغل مش بس عشان اجيب فلوس ادفع بيها الايجار وادفع بيها الاقساط بتاعه المدرسة وبتاعه الباص واقساط بتاعه الاجهزة اللي انا شاريها في البيت. لا، لو بنتكلم على الدايركشن البروفيشنال، من اول ما انت بتكون في ثانوي مثلا فانت بتفكر انا عايز اعمل ايه بالتعليم اللي انا اتعلمته. وبيبقى هدف جميل جدا يا جماعة ان احنا نفكر مش بس عايز اعمل ايه لنفسي، انا عايز اعمل ايه بالتعليم اللي اتعلمته للناس اللي حواليا. فبحدد من وقتها، اللي هو عارفين الكلمة اللي بنسألها، الجملة اللي بنسألها للطفل كده، اللي هو انت نفسك تطلع ايه؟ وهو صغير بيبقى نفسه يطلع كذا عشان بيشوف مثلا بابا كذا، ماما كذا، عشان انا بشوف في التلفزيون مش عارف حد كذا. اوكي، كلنا بننبهر في وقت ما بتايتلز حوالينا في الحياة، بس لما بنبتدي نتعلم وتعدي علينا experiences ده بيشيب الطريقة اللي احنا بنفكر بيها، وبيخلينا بعد كده عايزين نقول انا عايز اعمل كذا كذا عشان ابقى مفيد للناس اللي حواليا
في الحتة دي، مش بس لنفسك، انت موجود عشان نفسك وعشان الناس اللي حواليك. طيب بعد كده لو اتكلمنا على الدايركشن بتاع الفاميلي والفريندز والعيلة بقى اللي انت عملتها، ده دايركشن انت عايز تحقق فيه هدف معين، عايز اعلم ولادي بطريقة معينة، عايز اكون قدوة ليهم، عايز ابقى موجود لمراتي او عايزة ابقى موجودة لجوزي سند، فانا مش عايز اي حاجة تعطلني عن القصة دي. طيب حددت هدفك في الحتة دي، هتخلي الاتنين بيشتغلوا مع بعض، الدايركشن العملي مع الدايركشن بتاع العائلة، الاتنين بيخدموا بعض. هقولك ازاي في الاخر لما نحط عليهم الدايركشن التالت، وهو توجه ليك انت بقى. انت ايه هدفك لنفسك؟ عايز تبقى عندك stability من جواك ازاي؟ عايز تبقى انسان مستقر نفسيا ازاي ومستقر عاطفيا، وعندك وعي عن الايموشنال انتليجنس والكوميونيكيشن سكيلز مع الناس اللي حواليك، الذكاء العاطفي، ازاي تتعامل معاهم، ازاي تكسب الناس دول، ازاي تكسب ودهم عشان تقدر انت تبقى في خدمتهم وهم كمان يبقوا في خدمتك، ازاي نبقى نافعين لبعض. طيب كل الحاجات دي لما بتميكس مع بعضها يا جماعة هتيجي سر التركيبة بقى اللي بقولك عليه، اللي هو عشان انت توصل لتحقيق البلان بتاعتك في الثلاثة دايركشنز دول، انت لازم تبتدي من اخر واحدة اتكلمنا عليها، وهي هدفك لنفسك انت الاول. لازم تفكر انت تكون مستريح ازاي وعايز تحقق ايه لنفسك، عشان لما انت بتكون مستقر نفسيا ومرتاح نفسيا انت بتقدر تسيرف الناس اللي حواليك. يعني مش بس راحتك النفسية دي يا جماعة بتبقى اللي هي تعتبر أنانية، أنا بفكر في نفسي بس، لا، انت عمرك ما هتكون يوسفل ومفيد للناس اللي حواليك غير لما تكون انت مفيد لنفسك أصلا. فانت عارفين تامر حسني لما بيقول أنا هطبطب على نفسي وأدلعها وجد، this is exactly what we need to do to ourselves. ده اللي احنا محتاجين نعمل كده بالظبط لنفسنا. انت محتاج تحنن على نفسك وتطيب خاطرها، ومش لازم تستنى ده ابدا يجيلك من حد تاني، انت تقدر تعمل ده لنفسك. ازاي؟ انه انت حاول تكتشف الحاجات اللي كنت بتحب تعملها زمان وانت صغير ودلوقتي ما عندكش الوقت، طبعا على اختلاف شكلها مع اختلاف السن، بس مثلا اللي هو انا كنت بحب ارسم زمان بس بطلت اعمل كده عشان دلوقتي مفيش وقت. why not start again؟ يعني دور على الاماكن اللي مش لازم، انت مش عايز تبقى تشامبيون في الرسم فور اكزامبل، انت عايز بس تستمتع بانه الوقت اللي كنت بترسم فيه كان بيديك يعني زي جوي كده، انا حاسس ان انا مبتهج، مش بس سعيد، لا انا مبتهج. فدور على اماكن بتدي كورسز، بتعمل جاذرينجز فيها رسم مثلا، الناس اللي بتحب تغني، الناس اللي بتحب تكتب، الناس اللي عايزة تقرأ، الناس اللي بتحب الرياضة. كل واحد من الدايركشنز دي هتلاقي فيها كوميونيتيز بتساعد الناس ان هم يعملوا براكتس للاكتيفيتيز دي، فلازم تبتدي بيها. انكش جوه نفسك على الحاجة اللي كنت بتحب تعملها زمان واختفت مع ضغوطات الحياة لما كبرت، واعمل ستريس عليها. وانس انت عملت فوكس هنا وابتديت تحقق فيها، مش عايزة اقول انجاز لو الهدف بتاعك مش ان انت تبقى بطل فيها، لا، انا هدفي ان انا elaborate على الحاجة اللي كنت بحبها دي عشان انا عايزها تخليني انا مستقر نفسيا، فاقدر ابقى مبسوط، فاقدر اسعد اللي حواليا. لما تعمل كده هنطلع منها للدايركشن الاقرب وهو الاولى، وهي عيلتك. انا حتى هتكلم على دول قبل الشغل، لانه انت لما بتستقر في وسط ناس بيدوك راحة نفسية بتقدر تبقى منتج ومنجز في الانتاج ده. فانت ريحت نفسك الاول واخترت الحاجة اللي بتديك استقرار نفسي، ومنها حصل ديفيوجن للراحة دي للكوميونيتي اللي حواليك القريبة، وهي عيلتك الصغيرة ومن ثم عيلتك الكبيرة. فلما الناس دي بدأت تحس انه البهجة اللي جواك بتنتقل ليهم، هم كمان بالتبعية هينقلوا الفايبس البوزيتيف اللي عندهم ليك. لانه لما انت تبقى بتسبرد
سند وعون للناس اللي حواليك. حتى لو هو مش عايز يعمل كده، هيجيله وقت يحس انه مكسوف انه ما بيعملش معاك كده. فلو انت بتقدم له حاجة لطيفة 5 مرات، اوت اوف ال5 مرات دي هتلاقيه مرة هو بيقدم لك حاجة حلوة وانت اوريدي مش مستني منه حاجة. فساعتها هتحس ان انت نفعت واحد كان مش قادر حتى يطلع 20% فرحة اللي جواه. ونخرج من القصة دي بقى على الكوميونتي الأكبر، وهي كوميونتي العمل. لما تكون انت مستقر في المرحلتين الأولى والتانية دول، هيقدر الفايب ده ينتقل لحياتك العملية، وتقدر تبقى منتج فيها، ومنتج في حاجة كمان. انا عايزه اقول لكم يا جماعه، حتى لو انت في المرحله دي من حياتك بتشتغل في حاجه مش هي اللي انت نفسك تشتغل فيها، بس انت في ستيج 1 و 2 مع نفسك ومع الفاميلي بتاعتك مستقر نفسيا وعاطفيا باختيارك. على فكره ما تستناش ان اللي حواليك هم اللي يخلوك مستقر نفسيا ولا عاطفيا، انت اللي بتختار تعمل ده زي ما قلنا دلوقتي. فوانس انت وصلت له، بتقدر ساعتها حتى لو انت بتشتغل في مجال مش هو اللي انت عايز تشتغل فيه، انت بتبقى برضو منتج وبرضو منجز وانت بتنتج الحاجة دي، ومش بتبقى متضايق. هو بس بيفضل جواك بقى الارج بتاع الباشن بتاع الحاجة اللي انت كان نفسك تشتغل فيها. وساعتها لما يكون الفايب اللي جواك حاجة مستقرة، هيخلي الفيجن بتاعتك اوضح ان انت ازاي بقى بعد ما انا ظبطت مرحلة 1 و2 مع نفسي ومع فاميلي بتاعتي، ازاي انتقل بقى منها للمرحلة الثالثة، وابتدي اشوف انه انا ممكن دلوقتي اشتغل الحاجة اللي كان الباشن بتاعي فيها من زمان. حتى لو انا سني بقى كذا، بس انا حاسس انه انا اقدر ابقى منتج فيها. حتى لو انا كنت وصلت التايتل مش عارف عاملة ازاي، بس هرجع ابتدي من نقطة، مش عايزة اقول الصفر، بس من نقطة رقم 2 او رقم 3. انا ما عنديش مانع ان انا اعمل كده، لاني مستقر مع نفسي، مش بقارن نفسي بحد، مش بحقق حلم حد تاني. انا ابتديت مراحل تطور نفسي مع نفسي انا من 1 2 3. فانا دلوقتي اقدر اهندل الدنيا بتاعتي دي. مش مستني حد يقول لي انت بعد ما شاب ودوك كتاب ورجع تبتدي من اولى ابتدائي تاني، وبعد مش عارف ما وصلت التايتل ايه رجع. لا، هي حياتك انت اللي بتعيشها وبتحقق حلمك انت، مش بتحقق حلم حد تاني. ف success is achieving your dream, not someone else's dream. حلمك انت مش حلم حد تاني. فبليز فوكس مع ده، وابتدي بالمراحل الصح في حياتك عشان تقدر توصل للنجاح اللي يخصك انت، مش يخص اي حد غيرك.